هاشم الإطار الوطني والمغربي الشاب اللي حقق نتائج طيبة، ولكن لماذا هذه الفرحة لم تدم طويلا ولم تعمر طويلا؟ كل فعاليات ديال طنجة حملت أمين بن هاشم على الأكتاف، ولكن في الأخير هناك مشاكل بالجملة، وتحول هذا الفرح وهذا النشاط وهذه الحيوية وهذا التعاون اللي كان بين الطرفين الآن إلى خلاف معروض ضمن ملف فوق طاولة لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أمين بن هاشم، أهلا بك. اهلا سي ابو وسام، اهلا مستمعي امريكا. فاحنا تعودنا اننا كنتصلوا بك كنلقاوك فرحان، ومن بعد نتيجه من بعد انتصار بقات دوره جوج ديال الدورات باش تحققوا الصعود. اليوم غادي نستضيفوك باش نقولوا لك يعني واش خديتي حقك ولا باقي؟ دابا فرحان لانه على حسب المنابر الاعلاميه والتصريحات ديال اعضاء الجمعيه طرف واحد، يعني تم الاعتراف اتحاد طنجه بالعقد اللي نكروه هذه المده ديال 3 شهور. دونك بالنسبه لي اول انتصار هو هذا، فانا سعيد اليوم انه اتحاد طنجه اعترفوا باللي كاين عقد يجمعني بيني وبينهم، لانه كان واضح وكاين. ما عرفت السبب اللي خلاهم ينكروا، مع العلم انه ما صرحوش، ما خرجوش داروا اي تصريح فقط في الكواليس، لانه ما كانش عندهم الشجاعه باش يخرجوا ويقولوا عندنا عقد مع هذا السيد وما فسخناش. ما عرفتش اشنو السبب، لانه كل شيء كان غادي مزيان، الموسم الرياضي كان غادي في ظروف جيده، حققنا نتائج ايجابيه. بمجرد تحقيق الصعود ما بقيت نشوف حتى شي واحد، ما بقيت نعرض حتى شي واحد انه تفاوض مع لاعبين مع مدربين. تخيل عندي العقد ديالي غادي ينتهي لو 30 جوان وغيتجدد تلقائيا لو 1 جويي. سمعني مزيان هذا التاريخ، لو 30 جوان، فلو 1 جوان تم تقديم بنشيخه، ولو انه هذا العقد نديرو غادي ينتهي وما غيتجددش، احتراما لواحد المدرب كان معك اعطيه المستحقات ديالو وفسخ العقد، عاد قدم مدرب جديد. لو 1 جوان تم تقديم بنشيخه وانا مازال عندي عقد مع اتحاد طنجه. دونك هذا ما كانش احترام للاطار الوطني. ما تنظرش لو كان اطار اجنبي كان غادي تكون نفس الطريقه ديال التعامل. لهذا فاصريت انه نتبع الملف الى اخر نقطه ديالو وما نتنازلش عن حقي الى اخر رمق. الحمد لله حنا بدوله القانون، لقيت الجامعه نصفاتني، واذا ديال المدربين بشخص عبد الحق مندوزه وقفوا معايا، الجماهير الطنجاويه اللي ما نساتش الافراح اللي تشاركنا فيها، ما نساتش المشاكل اللي عشناها وجميع الاشياء اللي تشاركناها الموسم كامل، وقفوا بجنبي فتنشكرهم جزيلا. اليوم انا سعيد لانه كيف قلت لك من بعد 3 شهور والناس تيعطيو تصريحات في الكواليس انه امين بن هاشم ما عندوش بند ديال التجديد. امين بن هاشم العقد ديالو سالا هو تيشوش علينا. فاليوم بهذا الفسخ تم الاعتراف رسميا بالعقد ديالي مع فريق اتحاد طنجه. دابا العقد هذا راه غير مشكل قانوني، خاص الانسان هو العقد شريعه المتعاقدين. نعم، فكانت هناك منحه او مكافاه ديال تحقيق الصعود فيها تقريبا حنا اللي كان وصلنا فيها 30 مليون سنتيم ليك نتايا، وثم العقد غادي يتجدد يعني تلقائيا مع تحقيق الصعود. ربما هذا الشيء كان دار في الوقت اللي بديتو كتشتغلوا، كان يعني ما كانش الايمان. ربما ما غاديش نقول ما كانش ايمان، ولكن هذا كيدار في الاول. يا سيدي ما كاين حتى مشكل، انا كنشرط عليكم هذه ما كاين حتى مشكل، ان شاء الله يتحقق الصعود. ولكن الان على ارض الواقع والحقيقه، الحقيقه ان الفريق حقق الصعود. ما نقولوش الصعود، الرجوع للقسم الاول. كاين مدرب وكاين فريق كيمثلوه مسؤولين. الان هذه الامور هذه كيخصها تحل بطريقه اللي هي سي ابو سعد. نهار جلسنا النهار الاول فكان الرئيس عرض عليا 20 مليون لتحقيق الصعود، انا طالبت 30 مليون وضعت في العقد. كان قال لي في حاله تحقيق الصعود غادي تضاعف الراتب الشهري ومنها التوقيع 35%. انا اصريت على 50% وتوافقنا وحطينا هذا البند في العقد وتصادق عليه وتحط في الجامعه وتأمولوغا ومشات الامور بخير وعلى خير. الى حدود دوره 26 تيخبرني المدير الاداري
انا شفت بعض الخرجات وبعض الحويجات اللي كيتكتبوا تيتقال على ان ربما بن الشيخه كيقول على ان كاين مشكل ديال العنصريه. انت ما عندك حتى علاقه مع بن الشيخه. بن الشيخه اطار محترم، اطار جزائري، والجزائريين او كلهم ديال المغرب العربي حنا ما كنعتبروهمش اجانب، كنعتبروهم مغاربيين. غادي اشتغل مع الرجاء، اشتغل مع الدفاع الحسني الجديدي، ما كاينش مشكل. ولكن الان اللي خاصك تحترم انت كان المشكل ديالك مع تطبيق القانون. الان كيفاش هذاك العقد يتحترم بين الاطراف اللي كاينين فيه. الان ما الفريق ما عنده حق يتعاقد مع مدرب حتى يبرئ الذمه ديالو، حتى يصفي الامور ديالو ويسويها مع المدرب اللي كيشتغل معاه. نعم، لانه الان الواضح انه العقد كان لا زال سير المفعول حسب التعاقد اللي كاين عنده مع فريق اتحاد طنجة. تقديم مدرب اخر على الاقل ربما كان يمكن اشعاره على انه ممكن يكون تعاقد مع مدرب جديد، وعلى انه يمكن يفسخ العقد او شيء من هذا القبيل. فكنظن هذا هو الان الامر اللي مطروح. واش اتحاد طنجة اعلموا يعني على انه غيجي مدرب جديد وغيمكن تفسخ العقد، او الامور بقات فقط على ان الفريق خذ القرار ديالو ومن بعد بن هاشم يمشي للجامعه، يمشي يعني على حسب ما هو قانوني، يسلك الطرق القانونيه ديالو. ودابا سي امين بن هاشم، دابا انت في هذا الوضع اللي كتعيش، هذه من الاشياء اللي بدات كتبان وانت ضحيه ديالها. بدات كتبان الان ملي بدينا كنفعلوا القانون وبدا التعاقد. راه من قبل ما كانش، راه كان تيقول المدرب يلاه تخدم معاه تيقول بسم الله يلاه، ما كاين حتى حاجه، ما كيعجبوش تيقول تيعيط لي في التليفون يسير بحالك. دابا لا، دابا راه ولات الاوراق ولا دابا التعاقد. الحمد لله انه حنا في دوله الحق والقانون. غير اشاره بالشيخه تحت ما دخلوا في المشكل. اللي عنده مشكل مع امين بن هاشم ومع العقد هو اللي حاول يدخل بن شيخه بعيد على هادشي. مدرب جا وقع عقد خدام الله يسهل عليه، ولكن عنده المشكل هو اللي يحاول يدخل. دونك حنا بن شيخه ما هضرناش معاه، وبالعكس مرحبا به بالبلاد الثاني والله يسهل عليه. وفرحنا بالانتصار ديالو ديال البارح، وحتى الاجواء اللي تيعيشها اتحاد طنجة الله يسهل عليه. ولكن كاين واحد المشكل قائم. انا عندي معك العقد، ما تفسختيش. الا بغيتي تفسخ هذا العقد خصك تعاوني في المسائل القانونيه. دابا الجامعه، دابا امين دابا الجامعه عارفه على ان هذاك العقد تم الفسخ ديالو من طرف واحد. ولكن ها هو كاين الاعتراف. ولكن شنو دار؟ واش دابا تحل المشكل ديالك؟ شنو التعويضات اللي غادي يكون عندك؟ على حسب التصريح اللي شفت وسائل الاعلام ديال السي الهلالي انه لو 8 سبتمبر غادي يتم استدعاء انا وفريق اتحاد طنجة باش نلقاو شي صيغه وديه باش نفسخوا العقد او باش نتراضاو. نعم. واذا ما كانش التراضي هنا غادي تدوز المسطره القانونيه. اذا انت حنا 4 شتنبر غادي يكون انتخابات من بعد 4. انت كاين انت معنا نهار 9 انت كاين معنا. تقول لنا لويت، ولكن حنا 9 نخلوك نهار لويت 9 تقول لنا انت شنو اللي كاين. ان شاء الله حنا غاديين معاك ونتمنى لك كل خير ان شاء الله. انت اللي كيبقى يعني النجاح الكبير هو انك حققتي كمدرب شاب. انت درستي في كندا اللي قالوا له اطلاقا الجميع كرة قدم في المغرب. كاين الوالد ديالك اللي كيبان مازال الوالد ديالك كيبان لك صغر منك امين. مازال صغر منك هذاك صغر منك. ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الناس ديال طنجة تا هما يفهموا على ان كاين عقد، وهذا العقد خاصو